من الدولارات والجنيهات من أموال الدولة وأموال الناس تركها وانصرف، ولم يترك في الميدان إلا 2 من الجنود. هنا الإخوة أعلنوا أن الحالة الذعر انتشرت في الشارع. لو تخلى الأمن لأصبح معنى ذلك أنه تضامنا ضمنيا مع البلطجة وقطع الطريق ومع اللصوص ومع الخطف الذي أيضا منتشر. إذا لو ترك هذا الأمر الإخوة سيأسموا في ذلك الأمر، فأعلنوا إن لم يرجع الأمن لمهامه ومراسمه التي مسندة إليه فإن الإخوة لا مفر أنها ستصدر لهذا الأمر، لأننا من قبل تخلوا عمال النظافة عن جمع القمامة والمحافظ يعلم ذلك ومجلس المدينة يعلم ذلك. نزلنا بقوتنا كلها ونظفنا الشوارع ورفعنا القمامة منها. تخلى الأمن عن تنظيم أنابيب البوتاجاز وتصدى لها الإخوة، ولم يذكر أحد ذلك لا بالشكر ولا بغير الشكر. أحيانا يتخلى رجال المرور عن مناطقهم ولم نتركها نحن. توزيع الخبز، توزيع البوتاجاز، توزيع السولار، لماذا لم يتكلم أحد عن هذا الأمر؟ إذا تخلى الأمن ونعلن أننا سنسد هذا الثغر وأيضا نضع أيدينا مع أيديهم إذا رجعوا، لماذا نلام طيب على ذلك؟ لا هي مسألة مش مسألة لوم سيدي، المسألة مش مسألة لوم. ليه ما اتكلمتوش مع من يحكم البلاد، مع ولي الأمر في هذا الموضوع وأنتم قادرون على التواصل معه؟ يعني اللي يحكم البلاد هو المضرب، يعني ضابط مباحث قسم أول يضرب أشكل مين؟ لا تشكي، لا ده مهمته أمن يا فندم، تشكي لصاحب القرار السياسي. صاحب القرار السياسي أولا هل ليس له عند علم؟ إذا كان صاحب القرار السياسي لم يسيطر على رئيس المباحث وأقسام الشرطة، أشكي أقول له إيه؟ طب إيه الدور اللي حضرتك متصور إنه المجموعات دي تقوم بيه دلوقتي؟ احنا لن نتخلى عن حفظ البلاد وامن العباد. اذا قام الامن بدوره فسنكون له يدا يمنى كما كنا من قبل. يا سيدي اسال وزير الداخليه الحالي لما كان مديرا للامن ولما اراد بعض الافراد الهجوم على مديريه الامن ذهبنا وتصدينا لهم وتاثرنا بالقنابل المثيره للدموع واصيب منا من اصيب حفاظا على الامن. اسال الذين يتهجمون على طيب بس انا عندي بس بعض الاسئله، يعني بس نعرف معلومه من فضل حضرتك. ايه اللي حضرتك متصور انه المجموعات دي تعمله؟ حضرتك بتقول لي تحفظ امن البلاد والعباد، يعني ايه؟ تبث الطمأنينة في المجتمع ان الشرطه لو تخلت لن نترك شعبنا. هل دي مجموعات مدربه على مهمه حفظ الامن؟ ليست مدربة، ولكن جهد مقل لأننا وضعنا في موضع المسؤولية على غير موعد. طب يعني خاصة أن لكن في مهارة يا فندم، في مهارات معينة، يعني في مهارات معينة وفي معرفة معينة عشان تؤهلك انك تعمل كده اذا ما ارتضينا بالفعل انه ده يتم للتعويض زي ما حضرتك قلت العجز. الزبالة يضربون، هل لنا مهارة في جمع الزبالة؟ لما تركوا الخبز هل لنا مهارة في تقسيم الخبز؟ لو في طبيب يا فندم في تقسيم البوتاجاز، ولكن نسد ثغر من تخلف عن هذا الامر. طيب نحن مع بلدنا ومع قواتنا يا سيادة الرئيس. ايوه انا بسأل حضرتك ليه؟ طيب انا هفترض انه المستشفى النهارده فيها اضراب، هل ستقوم حضرتك بدور الطبيب لاحد قرايبك؟ هقوم بالاسعافات الاوليه التي تعلمتها وانا صغير. لكن طيب خلي بالك هناك فرق بين الطبيب وضابط الامن. اذا غاب الطبيب فهناك اما اذا اغلق قسم بالسلاسل وتركه رئيس المباحث. طيب انا عايز اطلب ذهب الى بيته، ماذا تقول؟ عايز اطلب من حضرتك بالظبط اللي حضرتك علامه الاستفهام اللي حضرتك بتسالها دي، التساؤل ده من فضل حضرتك تفضل معانا لانه بينضم لنا دلوقتي اللي هو ابو القاسم ابو ضيفه ومدير امن اسيوط. برحب بحضرتك معانا يا فندم. الو برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بحضرتك. دلوقتي في مجموعات زي ما الاستاذ طارق بدير كان بيتكلم، والله الاسم اعلن انه مغلق وتحط عليه سلسله مغلق للاضراب، وما كانش قدامنا احنا كاهالي وكسكان الا ان احنا نمر في الشوارع ونعلن قدرتنا على حفظ الامن. مساله الاضراب دي كانت مساله وقتيه ولظروف مطالب معينه للافراد والضباط وانتهت كانت لظروف عارضه مش مستمره. وبعدين حضرتك حتى بعد مداخله الصبح
وما تم فيها من لقاء مع الاخ شريف، الضباط والافراد النهارده رفضوا ان عقب انتهاء ورديات عملهم انهم يروحوا ونزلوا للتواجد بالشوارع بصوره مشرفه لاتخاذ اي اجراء قبل اي فرد يخالف القانون. عايز اسال الاستاذ طارق بدير زي ما حضرتك سمعت. استاذ طارق سامعني يا فندم؟ لا انا ما سمعتوش حضرتك. لا انا بسال استاذ طارق وبطلب من حضرتك يا سياده اللواء انك تفضل معانا اذا تفضلت. استاذ طارق دلوقتي الامن بيقول انه موجود وكان في مطالب معينه تم التعبير عنها والامن موجود وبيقوم بمهمته. هذا بالفعل حادث، الامن فعلا متجاوز وانا موجود، وانا حاليا لسه جاي من عند ميدان ام البطل في كمين كبير بيدور او مفتش على الموتوسيكلات والعربيات والرخص، هذا بالفعل. لكن احنا بنتكلم عن حادثه حدثت واعلنوها رسمي، اغلاق قسم اول بالسلسله وترك ميدان البيوت فيه عشرات الملايين. طيب بس ما يقلقش حضرتك يا استاذ طارق. لكن معنى ذلك احنا بعد ذلك ايضا لن نتصدر اي شيء، احنا اعلنا لو بالنص يا استاذي. ايوه فندم. لو تخلى الامن لن نترك بلدنا واولادنا واهلينا لاحد. هذا ما نقوله والى الان. لا اذا تخلى الامن لن نترك، حتى لن اترك انا زوجة ضابط الامن ولا ابن ضابط الامن لن اتركه. إذا تخلى ضابط الأمن فمن يحميني؟ أنا أحمي نفسي. ما تحسش حضرتك إنه ده ممكن يعمل نوع من الفتنة أو الاحتكاك، لأنه مفهوم حضرتك عن الأمن ومفهومي عن الأمن هيختلف. ممكن أشوف حضرتك بتعمل جريمة والعكس صحيح. أنا أحس بالفتنة فعلا لما يكون ضابط أمن يتولى الأمن ويأخذ راتبه من الضرائب التي أدفعها ومن قوت صغاري، أحس بالخلل فعلا إذا ترك مكانه. أنا إيه المطلوب؟ لازم أحمي ولدي وجاري وبلدي، وأحمي المسلم والمسيحي، وأحمي المنشآت، وأحمي مديرية الأمن، وأحمي الأقسام، وأحمي مدارس الأطفال. طب أنا عايز أفترض إنه أحد الإخوة أو أحد المواطنين اللي راكبين على موتوسيكل من دول يا فندم دلوقتي وانا ماشي في شارع من شوارع اسيوط وانا راجل جاي من القاهره وما يعرفنيش كويس، هيوقفني ويشتبه فيا، يعمل فيا ايه بقى انا ساعتها دلوقتي؟ وانا ليه اجرم لان انا راجل جاي من القاهره؟ هذا فرض لا رقم لا معادله له عندنا يا سيدي. نحن اناس على قدر كبيرين من المسؤوليه. الكلام اللي حضرتك الافتتاح ده شيء ضرب من الخيال وليس موجود في ارض الواقع. ليس موجود ولا عندنا في ادبياتنا نفعل ذلك. احنا مش بنوقف الناس في الشوارع، مش بنوقف الناس. احنا اذا حصل خلل يا سيدي ترك القسم وغلقي بالسلسله. انا عاوزك تفسر لي هذا الامر. انت لو حضرتك القسم بجوار بيتك اتغلق بالسلسله ماذا ستفعل يا استاذي؟ ايوه، ما هو انا زي ما قلت لحضرتك انا شخصيا ما عنديش المهاره ان انا اتصدى. انا هدافع عن بيتي انا شخصيا، بس انا ما عنديش مهاره ان انا اتصدى في الشارع لشخص اخر. هنحاول نطمئن الناس ونقوم بجوارهم حتى يهدأوا، والا الشارع اتملى دم وضرب وقتل لان الضابط غاب. طيب الضابط غاب والمخبر غاب ومدير الامن لم يتحرك في تحريك قسم اول. قسم اول مفروض مدير الامن. طب انا مش هقدر اتكلم عن مدير الامن لان مدير الامن معايا استاذ طارق. سياده اللواء لسه معايا يا فندم؟ مع حضرتك. الغياب الوقتي ادى للظاهره او للمحاوله او للسعي، سميه ما شئت يعني، سميه اللي حضرتك تحب تسميه، لتواجد امن موازي في الشارع. اولا هل ده يخلق نوع من الاحتكاك؟ يعني دلوقتي غاب الاسم فظهر المحاوله المدنيه دي لفرض الامن، والعتب واللوم لحضراتكم في الاساس. لا هو زي ما انا بقول لحضرتك ان ده كان امر عارض ووقتي وانتهى الامر وحاليا زي ما بقول لحضرتك. والاخ اللي بيقول لحضرتك فعلا التواجد الامني تواجد بمكثف، وان دي كانت مساله عارضه، يبقى خلاص. يبقى اذا كان هناك ضروره زي ما حضرتك بيقول يبقى انتهت او زالت العله اللي هي موجود بيها. يبقى اذا ورغم يعني وهذا بس هو الخوف يا سياده اللواء مش عارف. وهذا ليس مسوغ للقيام بعمل، لا احد يقوم بعمل الشرطه الا الشرطه. ايوه يا فندم. واخر تصريح للسيد الوزير انه حتى الجيش لا يؤدي عمل الشرطه. مش عارف اذا كنت حضرتك يعني بنتشرف بمتابعتك على الصوره على مستوى التلفزيون ولا لا. احنا دلوقتي بقول لحضرتك برضو انه المشاهد الحالي اليوم شايف دلوقتي الصوره
بعد ما مر الموكب ده، بعد ما مرت المجموعه دي في بس ما تحركوش الصوره يا جماعه، في واقف احد عناصر امن الداخليه. وده اللي انا قلته في مداخله الصبح. المشكله في ايه يا فندم؟ ما هو سؤالي دلوقتي انه الاثنين موجودين معايا في الصوره، وانا لا اتصور انه عنصر الامن الراجل اللي واقف ده يستطيع ان يتصدى لهم ويقول لهم لا انا موجود لو سمحتم ارجعوا مكانكم، لانه كده سيضع نفسه يعني في محاوله في احتكاك لا يعلم اخره الا الله. هو برضه عشان حضرتك اولا دي ما تعتبرش تواجد امن اللي هم عملوه، دي مجرد مسيره، لكن احنا والمسيره سلميه، لكن انا بقول على ما اذا كان هناك اي تدخل في اعمال الامن سوف يتخذ الاجراء القانوني اللازم ضد من يقوم به مباشره. زي ما بقول لحضرتك اي فرد هيحاول ياخذ دور الامن سوف يتم اجراء اتخاذ الاجراء القانوني قبله. طيب انا عايز لو هناك استعانه وقصور سوف يتم بالاستعانه بالقوات المسلحه ليس بالافراد، لان هيبقى مفيش قانون ومفيش حياه، كل واحد يعمل اللي هو نفسه فيه بيقول انا بقوم بدور الامن. طيب. وزي ما قلت في مداخله سابقه على أيوة الحياه ان برضه مش معنى ان كل واحد يعني يلبس زيه ويقول انا شرطه ده ولا يطلق دقنه ويقول انا شرطه، هذا الكلام عاري تماما من الصحه ولن نسمح به. طيب انا عايز اطلب من حضرتك اذا تفضلت تفضل معانا، وبطلب من الاستاذ طارق بدير المسؤول عن الجماعه الاسلاميه في اسيوط ايضا انه يتفضل بالبقاء معنا. احنا بينضم لنا دلوقتي الكاتب الصحفي المعروف الاستاذ عبد الله السناوي. برحب بحضرتك معانا يا استاذ عبد الله. يا اهلا بيك يا استاذ شريف. استاذ عبد الله، الاستاذ طارق بدير والجماعه الاسلاميه في اسيوط ترى انه ده حل منطقي وطبيعي عندما تراجع الامن وانه بيبعث الطمانينه. لا، انا عاوز انظر الى الامر على نحو اوسع منه. هذا يدخل في سياق تحلل الدوله وتحلل وظائفها وتسييس الشرطه واقحامها في الصراعات السياسيه لصالح جماعه بعينها، هذا وجرى صدام مع مجتمعها وشعبها وقوى فيه بلا غطاء سياسي وبلا اقتناع داخلي. هذا ادى الى يعني انهيار في الروح المعنويه للشرطه، بالاضافه الى بعض المطالب الاخرى التسليح لكي يعني يكون من حقها الدفاع عن نفسها. هذا طبيعي، لكن بشرط ان يكون ذلك مقرونا باعاده هيكله الشرطه بما يحفظ يعني دورها الطبيعي في خدمه شعبها وحقوق الانسان. هذا يعني ما نحتاج لها هيكله الشرطه لوضعها في خدمه جماعه او في تصفيات سياسيه. هذا هو السياق العام. هذا السياق دخل فيه امرين جديدين في حقيقه الامر على درجه عاليه بالخطوطه، ما قاله النائب العام في منح الضبطيه القانونيه للمواطنين، وكل بعد ذلك انه قد اسيء فهمه. انا ارى ان في ناس تحركت في اسيوط او في غيرها بهذا المنطق وترى ان لديها الضبطيه القانونيه، فما قاوم احد مثلا يعني هيبقى تعدي على السلطات انا داخل الى فوضى. في حقيقه الامر لا بس لها، وبرى انها جريمه كبرى في حق البلد وفي حق امنه وفي حق مستقبله. هنا يضرب بنيه الدوله، فكره الدوله نفسها. عندما ضربت دوله القانون فدخلنا الى دوله الفوضى. ثم القانون، وانا بستغرب انه قد يعني في مقترح لقانون جهزته وزاره العدل وزاره الداخليه وذهب به الى وزاره العدل التي ادخلت عليه تعديلات حسب المتحدث الرسمي باسم وزاره العدل لانشاء شركات خاصه تتولى مهام اوسع بكثير بما فيها التسليح وبما فيها الضبطيه القانونيه. فانا بتحدث لما تطلع هذه القوانين او مشروعات القوانين او الافق كما يعني يقال من وزاره الداخليه، فهذا الغاء اكثر في حقيقه الامر للداخليه. فهناك جريمه سياسيه ترتكبها الحكومه وترتكبها الرئاسه في فكره تفكيك الدوله وانهاء، لان هناك فرق بين نقد الامن وتغوله على المواطنين وبين هدم المؤسسات الامنيه. يعني عندما نهدم المؤسسات الامنيه فانت امام مشهد كالذي تراه في اسيوط، الموكب المسلح، او ان يتصور احد هو للامانه مش مسلح بس يعني معلش للامانه يا استاذ عبد الله، للامانه هو مش مسلح. انا لازم بس للامانه الناس مش مسلحين في الصوره، يعني الصور اللي احنا شايفينها ما فيهاش سلاح. طيب ده ممكن تبقى خطوه، يعني ممكن تبقى خطوات ما بعد ذلك، لكن انا بس بنقل بالامانه يعني. بكره اذا ما تصورنا هذا الامر فبكره ما في سلاح، وانا اتصور وانا ارى المشهد امامي واي حد شاف
بيروت في فتره الحرب الاهليه كل شارع ليه امن. وفي ما بين بيروت الشرقيه وبيروت الغربيه في بنايات مهدمه على الجانبين، في مسلحين، حما في بكره في سلاح، والسلاح موجود في مصر. طب موجود بس عند الجماعه الاسلاميه، موجود بغرق البلد. وبالتالي انا بدعو بهذه الطريقه الى الميليشيات، وحيث يعني الجماعه الاسلاميه موجوده بقوه في اسيوط خلاص يبقى تحت الولايه الامنيه للجماعه الاسلاميه. طب اللي حضرتك بتقوله ده يا استاذ عبد الله، اللي حضرتك بتقوله ده يا استاذ عبد الله هي بالمره وتفرض ولاياتها الامنيه. انت بتتكلم على تقسيم البلد الى كانتونات. طيب اللي حضرتك بتقوله ده عايز اتجه بيه للاستاذ طارق بدير اذا تفضلت يا استاذ عبد الله. استاذ طارق سامعني يا فندم؟ تمام اتفضل يا سيدي، اعترض على الكلام اللي بيقوله. انا عارف ان حضرتك عندك ملاحظات وهسمعها، بس اضف عليها سؤال من عندي اذا تفضلت. اتفضل. انه افترض دلوقتي ان مجموعه اخرى موجوده في نفس الحي، موجوده في نفس المكان، وقالت انا متشككه في نوايا حضرتك وقررت ان انا اقف برضو احفظ امن شرعي، الا يدفع ذلك لاحتكاك ما بين مجموعات؟ يا سيدي عندنا في اسيوط المجتمع مترابط مسيحيين ومسلمين، وليس عندنا هذا الامر. دي حاجه. اولا السيد مدير الامن قال انها مسيره سلميه. أيوة. ثانيا اعترض على قول الاستاذ انها ممكن تبقى مسيره غير سلميه. انا نزلت في وقت في مفترق طرق، غياب امن جعلني احافظ على امن اطفالي واطفالك واطفال الضابط واطفال مدير الامن. وجود الامن رجع، لم يحدث شيء. انا في بدايه كلامي قلت لك انا لسه جاي من ميدان ام البطل، وجدت كمين كبير بيفتش عن السيارات والموتوسيكلات. انا لا اخفي، لا انا واصف ولا اخفي لك شيئا. اما ان احنا مسيره خرجنا من اجل طمأنة شعب، اذا غابت الشرطه انا لامي ولامك ولاختي ولاختك اكون دمي. طيب دلوقتي عادت الشرطه الى اداء عملها. لو تعرضت الشرطه دلوقتي لاحد اصحاب الجاكيت او السديري الاصفر ده وقالت له حضرتك ما ينفعش تقف هنا، ماشي ما فيش، احنا اصلا مش واقفين يا استاذي، احنا مش واقفين. نزلت الشرطه نرفع رايتنا بالتسليم ويدنا مع يد الشرطه كما قلنا. واسال حضرتك مدير الامن احسن بفضل الله اكثر الناس انضباطا في حركاتنا واقوالنا. نحن مع استقرار الدوله. من اول ما قامت الثوره الى الان لم يذكر عن فرد من افراد الجماعه الاسلاميه انه تعدى حدود الناس او حدود الدوله. هو الخوف دايما يا فندم انه اي تيار سياسي اكيد ما يقدرش يحكم افراده بشكل 100% وهي موجوده في الشارع. يعني حضرتك لو انا بنتمي مثلا للجماعه الاسلاميه، حضرتك ما تقدرش تحكم عليا ان رايت انا ما اظنه جريمه، مش هتقدر تحكم رد فعلي. يا سيدي سد الثغر عني، لا انزل، سد الثغر عني. انا لم انزل من سنتين الثغره قائمه، لم يذكر اسم الجماعه الاسلاميه في موقف الا بعد تخلي اعلى الهرم. لما الشرطه تغلق قسم اول والضابط ياخذ بندقياته ويذهب الى بيته ويترك البلد وميدان البنوك مليين بالملايين، ماذا تطلب مني انا كمواطن في حمايه اهلي ووطني ومالي؟ أيوة. حمايه القسم. يا سيدي اذكر لك قبل ان يترك ضابط المباحث قسم اول مكانه اتصل علينا وقال هناك تجمهر امام القسم، اغيثونا. ذهبنا اليه. يعني المأمور هو اللي استنجد بيكم؟ نعم. يعني المأمور استنجد بحضراتكم؟ ضابط المباحث استنجد وانا كثير وانا متحمل مسؤوليه الكلام. طيب. ضابط المباحث ترك القسم الساعه 2، احنا كنا عند حوالي الساعه 11 او 12 بالليل. يفضل اعتصام للاهالي كادوا ان يفتكوا بالقسم. انا اتحمل الكلام اللي انا بقوله. ما هذه ايضا مشكله اخرى يا سيدي، لانه كده الحكومه في حمايه المواطن وليس العكس. احنا معانا لسه اللواء ابو القاسم ابو ضيف من فضل حضرتك سياده اللواء. نعم فندم. حضرتك سمعت انه الاستاذ طارق بدير زي ما انا بقول لحضرتك ان اي تجاوز هيتخذ اي اجراء مباشر ضده. لا بس هو السؤال هنا يا فندم، السؤال هنا بعد اذن حضرتك ان الاستاذ طارق بيقول انه ضابط المباحث استنجد بيهم، فطبيعي لما الداخليه تستنجد بيهم الناس تحس انه لو الداخليه اختفت لازم نقوم بدورها، يعني كده طبيعي. انا لم اخطر بهذه الواقعه وسوف اجري تحقيق فيها واتحقق من مدى. يعني هو الاستاذ طارق بيقول انه كادوا ان يفتكوا بالاسم وبمن فيه. ده امتى ده حضرتك حصل؟ يعني امتى الواقعه دي امتى بالظبط؟ اتفضل يا استاذ طارق. الخميس بالليل يا سيدي، فجر الجمعه. فجر الجمعه. يا استاذ.
انا هفحص هذا الامر، وطبعا ده شيء مش طبيعي، وسوف يتم التحقيق فيه. اذا ثبت فعلا هيتخذ اجراء ضد الضابط اللي قام بالاتصال. وزي ما بقول لحضرتك ان اي خروج عن الشرعيه سوف يتخذ اي اجراء ضد من يقوم بها ايا من كان. سياده اللواء بشكرك شكرا جزيلا. احنا معانا لسه الاستاذ عبد الله السناوي. استاذ عبد الله، تعليق اخير اذا تفضلت. يعني انا بتصور ان مجرد هو هنا بالمناسبه في حادثه وفقا للاستاذ طارق بدير، في حادثه معينه في لحظه معينه طلب الاسم مساعده الناس، فالناس لما يدخلوا يساعدوا الاسم يبقى طبيعي ان هم يستبدلوه. انا اولا هقول ملاحظات سريعه في هذه النقطه، وانا بوافق مدير الامن والح عليه. لابد من التحقيق في هذه الواقعه، لانها تعني ان الداخليه تكون في حمايه او تحت رعايه الجماعه الاسلاميه. واذا ما نظرنا الى التاريخ يعني الحديث جدا في 1981 اللي كان الجماعه الاسلاميه اقتحمت مديريه الامن، وفي جرائم قتل جماعيه اظن اكثر من 150 ضابط شرطه وجندي قتل في اقتحامات لمديريه الامن وبعض الاقسام. محدش يجي يقول لي النهارده ان الامن هيكون تحت حمايه الجماعه الاسلاميه، لا، البلد كلها هي دوله حديثه كما تعهد مرسي، ولابد ان نحاسبه على هذا الكلام. دوله مدنيه ديمقراطيه حديثه فيها حاجه اسمها المؤسسات الامنيه. حد يقول لي في دوله في العالم الحديث دوله بيبقى فيها بنتكلم على ميليشيات وجماعات وكل حته، وحد يقول انا اللي هحمي؟ في حاجه اسمها الدوله، وفي حاجه اسمها المؤسسه الامنيه، وفي حاجه اسمها دوله قانون، وهدم دوله القانون ومرسي يتحمل المسؤوليه الرئيسيه. والكلام الفارغ عن الضبطيه القضائيه لاي مواطن، والكلام الفارغ كمان حول قانون يدي الميليشيات المسلحه شرعيه الضبطيه القضائيه باسم الشركات الخاصه. هذا كان لابد ان يتوقف، ولابد ان يكون الرئاسه بتقول احنا ما قلناش كده وضد كده، كويس قوي، بس لابد ان توقف. البيان الرسمي يا فندم من اللي طلع من الرئاسه انه مع البيان الرسمي كان نصه، البيان الرسمي للرئاسه كان نصه ما يلي: مع التقدير لسعي المواطن للحفاظ على الامن، الا انه الداخليه هي المنوط بها هذه المهمه. نعم نعم. انا بطلب يعني بعد اذنك في اثار المشهد المخيف في الحقيقه، وانا ما بتكلمش عن الاسيوط ولا جماعه الاسلام بس، لان اي تيار واي قوه واي جماعه في اي منطقه نبتدي نتكلم عن كانتونات، وبنتكلم عن ميليشيات، وما بنتكلمش عن دوله حديثه ولا عن بلد مستقر، ولا حد يتكلم عن الاقتصاد، ولا حد يتكلم عن الانتخابات، ولا حد يتكلم عن اي حاجه. انت داخل الى السيناريو اللبناني بصوره اسوء، اللي هو الحرب الاهليه. الحقيقه تروح حرب اهليه، وبالتالي لابد في هذه اللحظه ان نقول ايه اللي المفروض يتعمل. انا بطلب الامن ان يعود الى عمله، لكن لابد ان يقال وزير الداخليه الذي هذا المناخ ويمنع تسييس الداخليه، ونرى عليها انها مؤسسه الدوله وليست مؤسسه طرف في الصراعات الداخليه. هذا ما يتوجب ان نفعله الان، ويوقف الكلام حول الضبطيه القضائيه وفي ادانه هو طلع بيان النهارده الصبح انه اي لجان شعبيه، طلع بيان برضو النهارده من النيابه العامه الصبح بانه اي نوع من اللجان الشعبيه لفرض الامن سيتم ملاحقتها قانونا. احنا عاوزين مواقف اكثر وضوحا وتحديدا، مش مجرد كلام ملتبس. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ عبد الله السناوي. استاذ طارق بدير، سؤال اخير اذا تفضلت. استاذ طارق. الو. ايوه استاذ طارق، هل انسحبت المجموعه دي الان بعد عوده الامن تماما؟ الامر ليس له وجود بعد ان رجع الامن، ونحن الان كل في بيته مع اهله وزوجته، ونقدر دور الامن ونقدر دور وزير الداخليه في حفظ الامن. واسال حضرتك مدير الامن، حضرتك قول له كيف حال الجماعه الاسلاميه معك قبل ان تكون مديرا امن وقد كنت محكم دار. نحن نتعاون مع الناس كلها ونجلب الامن لكل افراد المجتمع بطوائفها، ونتعاون في كل شيء، في جمع القمامه وفي توزيع الخبز وفي توزيع البوتاجاز وفي توزيع السلاح. بس يا ريتنا نقدر نعرف نعمل كل حاجه يا فندم، ما هو في الاخر احنا محتاجين اطار، يعني يا ريتنا كنا نقدر نعمل كل المهارات دي فكلنا كنا نعمل الكلام ده، لكن ما هو ده الفرق ما بين الدوله ولا دوله، ولا حضرتك مختلف معايا؟ والله الدوله لو سدت هذا الثغر فانا ساكون مستريح. انا الوقت اللي بطلعه بستخلصه من اولادي ومن بيتي ومن صحتي. ايوه يا فندم. طيب انا على استعداد ان انا استريح واقدر واقبل يد من يقدم خيرا للبلد.